الخيال. عارفين انتوا الخيال؟ مش عارفه نسموها ايه. هل لابسه مايو ولا كاش مايو ولا لابسه ايه؟ هي لابسه مش لابسه. طبعا احنا عارفين كلنا الفنانين دولت يعني ايه، حياتهم كلها هلس في هلس، ولا يعرفوا ايه تدين، ولا يعرفوا يعني ايه صلاة، ولا يعرفوا يعني ايه اللبس المحتشم، يعني ما يعرفوش اي حاجة في اي حاجة خالص. هم عاوزين حاجة واحدة بس، يتمتعوا، يصرفوا، يعملوا ترندات على قد ما يقدروا عشان يتشهروا اكتر، عشان يبانوا. لو حسوا نفسهم اللي هم اتركنوا على الرف، يعملوا اي حاجة عشان يطلعوا ترند، عشان الكل يظهرهم، عشان الكل يشوفها بقى، ودي طالعه، ده مش عارف ايه، ده كويسه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. مساء الخير يا جماعه، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده معانا ترند. ترند عشان هي تظهر نفسها. هي يعني ايه، مكتشفينها لسه، يعني ايه، لسه جديدة، وحبت بقى ايه، تعمل ترند بقى عشان ايه، تبين صورتها يعني للمخرجين بقى والفنانين، عشان ايه، يطلبوها في ايه، يعني في عمل كده ولا كده. مين دي بقى اللي عمالة بقى تعمل ترند عالي وعزيمة الفنانين كلهم؟ الفنانة أسماء جلال. الفنانة أسماء جلال ديت من مواليد 1995، عندها 30 سنة. الفنانة أسماء هي كانت الأول، ما نعرفش هل هو اللي أنا هقوله لكم ده صح ولا لأ. كانت متدينة الأول، وما كانش عاجبها حال والدها، وما كانش عاجبها تدينة مامتها. هي الأول ما كانتش متدينة. وبعد ما دخلت الكلية، يعني كان عندها 21 سنة كده، اتعرفت على ناس ولاد حلال، وجهوها لطريق الخير، ووجهوها للحجاب. ما غابتش فترة، وأقنعت مامتها اللي انتي حجابك مش مظبوط. وبعد كده دخلت في طريق التمثيل، من الجنة لجهنم. يعني هي كانت في الجنة الأول، طلعت من الجنة راحت جهنم. طبعا سابت التدين خالص، وسابت التحجيبة خالص، وراحت للتمثيل بقى والعري والحاجات اللي انتوا عارفينها. أسماء جلال من الأنواع اللي هي ما تصدقهاش بسرعة. أنواع اللي هي عايزة تكشف نفسها بأي طريقة، عاوزة تبين نفسها بأي طريقة. هي طبعا ملهاش أعمال كتير. هو عمل اللي هي عملته في رمضان، يعني بس برضو ما كانش يعني ايه، ما كانش فيه قد كده برضو. عيد ميلادها النهارده، الترند النهارده، عشان يعني ايه، تظهر قوي وتبين نفسها قوي. عرضت بتاع عزمت فنانين كبار جدا جدا، وعزمت الفنان الكبير الهضبة عمرو دياب. أحلام كل فتاة اللي هي تتجوز زيه. طبعا عمرو دياب عنده 65 سنة، بس حلم كل فتاة اللي هي تتجوز زيه. عمرو دياب اللي كان متجوز شيرين رضا الجميلة. طبعا حضر عيد ميلاد أسماء جلال، الفنانة أسماء جلال. ولو انتوا لاحظتوا برضو يا جماعة، أسماء جلال بتطلع كده من تورته وتخش في تورته، ولابسه حاجه مش لابساها خالص. اسماء جلال لابسه حاجه كده زي الايه، الخيال. عارفين انتوا الخيال؟ مش عارفه نسموها ايه. هل لابسه مايو ولا كاش مايو ولا لابسه ايه؟ هي لابسه مش لابسه. طبعا احنا عارفين كلنا الفنانين دولت يعني ايه، حياتهم كلها
هلس في هلس، ولا يعرفوا ايه تدين، ولا يعرفوا يعني ايه صلاة، ولا يعرفوا يعني ايه اللبس المحتشم، يعني ما يعرفوش اي حاجة في اي حاجة خالص. هم عاوزين حاجة واحدة بس، يتمتعوا، يصرفوا، يعملوا ترندات على قد ما يقدروا عشان يتشهروا اكتر، عشان يبانوا. لو حسوا نفسهم اللي هم اتركنوا على الرف، يعملوا اي حاجة عشان يطلعوا ترند، عشان الكل يظهروا، عشان الكل يشوفها بقى، ودي طالعه، ده مش عارفه ايه، ده كويسه، ده احنا هنعوز المسلسل كده، لا فيلم كذا. الحاجات زي دي كتير قوي احنا بنشوفوها. بنشوف حالات من دي كتير قوي قوي. اسماء طلعت طالعه في برنامج، عماله تعاتب باباها وعماله تعاتب ماماها، اللي انت شغال في بنك وشغل البنك حرام. انا معاكي صح، انت كلامي صح، ما فيش غلط اصلا. انت بتجيب فلوس من الحرام بتصرفها في الحرام. ايوه، هو بيجيب فلوس من البنك يصرفها في المدخنات. طبعا بتعاتب مامتها، انت حجابك مش كامل. طب يا اسماء، هي ماما حجابها مش كامل وبابا فلوسه كلها حرام، انت بقى ايه؟ انت ايه؟ من حجاب لعري لمايو لما فيش خالص. انت مش كنت ملتزمه وكنت بتقولي ده حرام وده مش عارف ايه وايه وايه؟ كل ده راح عشان دخلتي الفن، عشان دخلتي الفن كله بقى متاح عندك، كله بقى متاح، بقى تطلعي عادي مفيش اي مشكلة خالص. انا انا عاوزة بس يعني اللي بيمشي اللي بيمشي في الدين ويجاهد الى الله، يجاهد الى الله، بيتنه ثابت فيها. الشيطان ما يقعدش يلعب في دماغه. الفلوس لهتها، الفلوس خلتها بدل الحجاب بقت ملط. بدل ما كانت بتعيب على باباها وقطعت باباها، بقى باباها هو اللي اصلا يستعر منها، باباها هو اللي يستعر منها. وطبعا قطعت باباها، قطعت اهلها خالص. الحفلة عبارة عن فنانين، عبارة عن فنانين كلهم عشان تتشهر اكتر وتطلب في اعمال كتير اكتر. احب اقول لها ربنا يهديكي ويصلح حالك، وكل سنه وانت طيبه يا فنانه يا كبيره يا اسماء جلال.